صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح كل حاجة حلوة. وحشتوني حبايبي، وحشتوني جدا جدا جدا. يلا تشطري كده وقومي كده اعملي زيي. انا صحيت كده من النوم. اول ما صحيت من النوم كده طبعا البنات راحوا المدرسة، لبستهم وراحوا المدرسة خلاص. وطبعا هنا شغلت كده الشاشة. ببدأ كده ادور على شوية قرآن على الصبح كده. الاول لازم شوية قرآن كده حلوين نفتحوا كده بيهم يومنا كده. طبعا القرآن ده غسيل للقلوب يعني، وحاجة حلوة برضو كده عشان برضو يدي راحة نفسية كده وطمأنينة وخليكي كده تبدأي يومك بتفاؤل، وتبدأي يومك كده بالقرآن الكريم. انا كده بقى بدور كده على على القناة بتاعة القرآن، لان انا لما نمنا كنا جايبين فيلم. فصحينا الصبح لقينا الشاشة، طبعا لقيت الشاشة طبعا على الفيلم اللي كان شغال. فطبعا جبت انا القرآن الكريم اشتغل شوية. هنا بقى ده صحينا الصبح كده لقينا واحنا نايمين، انا معرفش ازاي بس واحنا نايمين كنت معلقة برواز كده ازاز زي ما انتوا شايفين الصورة دي. آه القطتين دولت كانوا في برواز كبير، كنت معلقاه جنب الصورة دي، جنبها مش تحتيها. يعني انا دلوقتي هعلقها كده تحت الصورة. لا يعني هي كانت جنب الصورة. صحيت الصبح لقيت البرواز كله يعني على الكنبة اللي انا واقفة عليها متكسر والورقة بس ديت هي اللي سليمة في كله. يعني هو كله اتكسر، الخشب والازاز وكل حاجة. صراحة صعب عليا. كان شكله جميل وهو برواز، كان شكله يا جماعة روعة، شكله جميل بطريقة يعني جميل. فانا عشان احافظ على الورقة دي، على الصورة دي، لان انا هوديها برضو للراجل يعمل لي البرواز تاني. يحاول كده يلزق الخشب باي حاجة بيلزقوا بها الخشب في بعضه. هو الخشب مش انكسر، لا الخشب اتفكك من بعضه كده. فانا عشان احافظ عليها طبعا لازم الزقها على الحيط. لو سبتها كده من ايد لايد وهتتقطع بقى هيقطعوها وهيرموها. فانا قلت اخليها كده عشان هاخدها في يوم اوديها للراجل يعملها، يعني يعملها لي. لان هي كان شكله هو برواز، كان شكله جميل خالص. تمام كده. احنا كده هندخل بقى على الروتين، نبدأ الروتين بتاعنا. والنهارده بقى في الروتين بتاعنا فيه مفاجأة جميلة جميلة جميلة، بس للناس التخان بس اللي زي كده، واللي عندهم ترهلات وعندهم بطن. اخيرا يا جماعة فكرت شوية في نفسي، قلت انا تخنت جامد ورجلي بتوجعني. بجد مش بقدر خالص اقف على رجلي، بمشي شوية بتعب. بطلع السلم بنهج بطريقة غريبة يعني. وقيت بكسل اعمل اي حاجة زي الاول. كنت الاول بغسل السجاد على طول، بنضف كل حاجة. غسلت السجادة بتاعت الصلاة دي، عايزة اقول لكم كنت يعني بعمل بغسل حتة وارتاح شوية، بغسل حتة وارتاح شوية. الاول كنت بغسل 4 سجادات لوحدي. مش عايزة اقول لكم اللي انا كنت. بصوا يا جماعة، يعني كنت بشيلهم واطلعهم على السطح فوق من الدور الارضي للدور الرابع فوق او الخامس فوق. كنت بطلعهم وما احسش باي حاجة. دلوقتي لو شلتها بس عشان انقلها بس الحمام تصفي الماء اللي فيها بتعب خالص. فقررت بقى مش كله بقى للبنات وخلاص يعني وكده والبيت وكده. فقلت افكر في نفسي شوية، لاني انا عندي ركبتي الاتنين بيوجعوني، بطلع على السلم ما اقدرش. امشي انهج ياما واتعب وما اعرفش، حتى ما بعرفش اشيل لمر شوية. دي العروسة لسه جايبها لهم عروستين يوم البنكوت. كنت فرحانة وهم كانوا فرحانين وقالوا لي هاتي لنا هدايا، وانا كنت قايله لهم ان انا هجيب لهم هدايا طبعا. فجبت عروستين. والله يا جماعه عروستين غاليين غاليين بجد، مش العرايس الرخيصه. وللاسف برضو ما بينفعش معاهم غالي ولا رخيص، كل حاجه مبهدلينها يعني. فنرجع لموضوعنا بقى تاني. انا طبعا النهارده باذن الله بعد ما اخلص كل الروتين بتاعي هوريكم بقى الحبوب اللي الدكتور كتب لي عليها. طبعا هي مكانتش عشان التخن، لا هي انا كنت رايحه للدكتور بشتكي من ركبتي. فبيقول لي انتي يا مدام كنت تخينه كده، ولا يعني انت كان جسمك
مليان يعني وكده. الاول قلت له لا، من ساعه ما ربنا كرمني بالتوأم وانا جسمي بقابل للزياده وبيزيد. فقال لي خلاص انت دلوقتي جسمك كله محمل على، يعني على رجليكي وركبتك بتوجعك من كده. هكتب لك على حاجه تنزل الجسم خالص، مش خالص بقى، يعني هتنزل الجسم شويه، وحاجه تانية عشان ركبتك. واللي هتنزل الجسم دي نسبة الحرق فيها عالية، وبعدين بتحرق الدهون. وبإذن الله قلت له بص، أنا عايزة أهم حاجة بطني يا دكتور، هي يمكن أكتر حاجة فيا مخلياني يعني ايه تعبانة. حتى لما أكل أي حاجة كده شوية شوية، يعني مثلا شوية رز كده أكلهم ياما شوية يوجعوا بطني. أكل معلقتين مكرونة يوجعوا بطني برضو. فقال لي بصي، كل اللي انت فيه دوت من زيادة الوزن. فكتب لي بقى يا جماعة على حاجة لركبتي، ده للناس اللي بتشتكي من ركبتها. عايزة اقول لكم، كنت رايحة مش عارفة احط رجلي على الارض من كتر تعبي. كنت نازلة على السلم ساندة على ابو شهر، وكنت خايفة خالص يكون عندي حاجة في ركبتي وحشة. اول ما خدت العلاج اللي الدكتور كاتبهولي، عايزه اقول لكم ان بجد الحبوب سحر. انا حسيت ان انا خدت حقنه مخدره في ركبتي او اي حاجه. بصوا حتى انا النشاط بقى والهمه الصبح كده، قمت من النوم كده عملت شويه نشاط بقى وهمه كده، وعماله اكنس على اخر ما فيا اهو. كنت بمسك المقشه وبعرق بقى وبتعب ومش عارف ايه، ركبتي، واقعد شويه واقوم شويه. لا بصوا اهو، يعني العلاج اللي الدكتور كتبهولي بجد جاب معايا نتيجة من اول يوم. يعني انا خدته امبارح بس. عايزه اقول لكم بعد ما اتعشيت وخدته، حسيت براحة نفسية وانا اصلا كل يوم بدخل على سريري افرد رجلي واقعد ادعك في ركبتي شوية كده، عبال ما احس ان انا ارتحت كده منها، وبعد كده انام. لا، انا دخلت نمت على طول، اول مرة تحصل بجد والله يا جماعة. يعني كتب لي على نوع حبوب حلو خالص، وبرضو النوع التاني هينزل من الجسم شوية برضو عشان الطول كله جاي نازل على ركبتي، وهيظبط يعني منطقة البطن وكده اللي بس اهم حاجة هتعملي انت هتاخدي الحباية دي. بس برضو لو بتاكلي طبق مكرونة بحاله هتاكلي نصه، لو بتاكلي طبق رز بحاله هتاكلي نصه. الشاي لو متعودة على مثلا زي انا كده 3 معالق سكر واكتر كمان، ساعات بيبقى فيه سكر مختلف عن يعني بتجيبي ساعات سكر تموين، ساعات بتشتري سكر من بره بتزودي بتقللي كده يعني. فانا طبعا هعمل هحط، قال لي بصي بالتدريج كده، لو بتعملي ب3 معالق هيبقى معلقتين، بعد كده معلقة واحدة، بعد كده نص معلقة، بعد كده تقللي خالص يعني من السكريات. هتاكلي عندك مثلا حلويات، عندك بغاشة، كنافة، حاجات من دي، ممكن قطعة واحدة بس ومفيش غيرها. هو اصلا الحبوب دي بتحرق الدهون اللي انت بتاكليها، بتحرق الحاجات يعني يعني انت لما بتاكلي مثلا حاجه فيها دهون هي بتحرقها. تمام كده. هو الدكتور اللي قال لي الكلام ده وقال لي امشي عليه وهتبقى كويسه خالص، وهتجيني كمان 15 يوم عشان اشوفك واوزنك. مش عايزه اقول لكم وزني كام عشان هتستغربوا، وزني بجد ياما خالص. فانا يعني هو وزني ولا حاجه تجيني 15 يوم اشوفك. بس هزعل لو لقيتك انت لخبطتي في اللي قلتهولك ولقيتك لسه زي ما انت، او مثلا وسط حاجه بسيطه. يعني هو الدكتور اللي قال لي كده، فطبعا احنا هنمشي زي الدكتور ما قال، ونشوف باذن الله كده ايه اللي هيتم. وهوريهولكوا بس في اخر الفيديو، وهكتب لكم اسمه عشان مش باين في الفيديو وانا بصوره. وهوريكم العلاج كله يعني. بصوا بقى، انا ما جبتش غير شريط واحد بس منه. بصوا يا جماعة، انا كده طبعا كنت خلصت طبعا الصالة زي ما شفتوا كده، ودخلت طبعا على الانتريه بتاعي. الانتريه احنا الصبح كنت حاطه شوية مكرونة كده بوكل لمار. قلت اوكل لمار شوية مكرونة، وهي بتحب المكرونة يعني. فطبعا نزل مني كام حباية كده فلمتهم. هدخل بقى دلوقتي على الانتريه، امسك بقى عايزه اعدل الفرشه بتاعته.
لاني من كتر قعدة البنات عليه طبعا ماسكين التليفون بقى فيسبوك وحاجات من دي واتس وحاجات من دي. طول ما هم قاعدين في الانتريه. فكنت عايزة بقى اعدل الكنبة دي واغير المرتبة بتاعتها. طبعا هي سفنج خفيفة خالص، بس طبعا برضو ايه الفرشة بتتبهدل. وكمان مش بتتبهدل بس لا بيوسخوها يعني. بياكلوا بياكلوا لب بينزلوا عليها. بس انا لما شلت ما لقيتش حاجه، لقيتها نظيفه زي الفل. ما فيش حاجه يعني بحط جنبهم طفايه او حاجه بفهمهم. هم مش عايزين يفهموا هم، يعني المفروض هم فاهمين لانهم كبار مش صغيرين. بس الصغيرين برضو بياكلوا اللب بتوع منهم حبايه كده. فيعني ايه، لازم التنفيضه الحلوه، ولازم تشيلي برضو المرتبه تشوف فيه تحت حاجه ولا لا. انا كده ظبطت اهوت، وبظبط بظبط الخوذة ديت بتاعت كرسيين هما بجيبهم جنب بعض. وهنا بقى ايه، هعمل برضو ايه الكنبة التانية اللي هي في الوش دي. هفرشها حلو برضو، علشان برضو ايه ابص تحت الشلتة كده اشوف لو في حاجة ولا محتاجة يعني لب حاجة برضو. ساعات بيغرزوا دبابيس، ساعات بيحطوا الأقلام بتاعتهم. يعني كده يعني. فببص كده ايه بشوف لو في حاجة اعملها. تمام كده. انا ضيعت نص الفيديو في الكلام عن الحبوب. انا فرحانة بيها خالص وعايزة افرحكم برضو. واي حاجة حلوة بحب اقولها لكم على طول. الحاجة بكون حريصة يعني ايه اعرفكم كل حاجة حلوة عشان تفرحوا معايا. مش هفرح لوحدي، اكيد حبايبي اخواتي اللي بيحبوني وبيتمنوا لي كل حاجة حلوة. اخواتي اللي بيفرحوا لفرحي ويزعلوا لزعلي برضو لازم افرحهم، وما بخلش عليهم بنصيحة زي دي. ما ينفعش ابخل عليهم. انا عارفة ان في ناس ياما زيي يعني زهقانة وتعبانة من موضوع البطن ده. في ناس ياما بتبقى يعني بتزعل جامد. والله يا جماعة كان لبسي دايما بناطيل وفيستات وكده. انا كبيرة يعني. انا مواليد 80. بس وكبيرة مش صغيرة. بس يا جماعة انا عمري في حياتي ما تخيلت ان انا هتن البس في العبايات كده، افضل البس في العبايات. انا كنت دايما البس البنطلون والفيست وبحب اللبس وبحب الشياكة في اللبس. وبس بقى طبعا لما جسمي تخن ما كانش ينفع البس فيست ضيق. ممكن البس واسع وكل حاجة، بس مش عارفة ليه جسمي كسر نفسي عن كل حاجة. ممكن الناس تقول احنا شايفينك مش تخينة يعني، لا بس بطني ما بحبش يبقى بطني كبيرة كده يعني. منطقة البطن كبير. فلازم بإذن الله بإذن ربنا بعد كده الواحد يظبط حاله وبطني تنزل، منطقة بطني تنزل كده، والبس تاني وارجع البس تاني زي ما كنت بلبس، واخد بالي شوية من نفسي. تمام كده. انا عندي جوزي اصلا من غير علاج من غير اي حاجة كان وزنه تقيل جدا. يعني انا لو وريتكم صورته مش هتصدقوا. دلوقتي نزل بطريقة انا صعبان عليا بزعل عشان، والله من كتر ما نزل ومن كتر ما خس خالص انا ساعات بعيط عشان بحسه كده اللي هو مش يعني خايفة يحصل له حاجة من كتر ما خس خالص خالص خالص، واتحرم من اكل كتير هو كان بيحبه. بس حرم نفسه منه علشان عنده إرادة وعايز يحس اللي هو برضو ايه لبسه مثلا مظبوط عليه. عايز يبقى ماشي كده رجله مش بتوجعه. كان بيعرج برجله كده. والله بجد يا جماعة كان برجليه بتوجعه خالص، كان تعبان خالص. بس الحمد لله ربنا شفاه لما خس. وناس ياما بتسألني هو عنده سكر من كتر ما هو خس، بعد الشر يعني عليه. بصوا كده شفتوا بقى الانتريه، ايه رأيكم؟ ايه رأيكم بقى في النظافة الجميلة ديت؟ السجادة باينة صغيرة خالص ازاي مش عارفة يعني. الانتريه هو بسم الله ما شاء الله نضفته وخليته زي الفل. هو كان نظيف، الستاير نظيفة ومغسولة، والفرش كنت غسلاه قريب، والسجادة برضو كنت غسلاها حاطه لها حافظ. تمام كده. تعالوا بقى شوف الصالة هي بعد ما نضفتها برضو وفرشتها وخليتها جميلة زي ما انتوا شايفين. اهو بقى بصوا الصالة بقى هفرش لكم بقى هنا ايه
المشاية دي ما كنتش هفرشها، بس هفرشها لان حسيت كده ان الجو ايه يعني رطب شوية. كنت شايلاها شوية كده علشان كنت غسلها، والبنات لما بيجوا من المدرسة ساعات بيلاقوا الكوتشيات ورا الباب هنا كده فبيدوسوا عليها، فكنت زعلانة ان هي هتتبهدل، فشلتها شوية وبعدين فرشتها تاني. ماشي كده ايه، احنا كده يعتبر خلصت كل حاجة، مفيش حاجة، والاوض نظيفة، والمطبخ بس هو اللي هدخل بس بعد ما البنات يجي، عشان لما هيتغدوا طبعا هيجي مواعين تانية. قلت مرة واحدة يعني هو نضيف، بس مفيش الا المواعين بس اللي هنغسلها. اهو بصوا الدنيا نضيفة زي الفل اهو، مفيش اي حاجة ورايا منضفة. اللي شايف حاجة وحشة يقول لي ديت وحشة، او يعني اللي شايف حاجة مش عاجباه يقول لي دي مش عاجباني. بس انا شايفة ان كل حاجة حلوة اهيت، والصورة بتاعتي اللي انا علقتها اهي تمام كده، والدنيا زي الفل. ماشي يا جماعة، الشاشة لسه برضو شغالة على القرآن جميل بيغسل او اي حاجة. كل حاجة تمام اهي. عايزة بقى عشان ايه، انا بقى بغسل المفرش بتاع الترابيزة دي. هنا بقى ايه الطرقة فيها شوية حاجات كده لسه هعملها. عايزة بقى اوريكم البرشام بتاعي، الحبوب بتاعتنا انا وانتو، مش انا لوحدي، عشان انتوا باذن الله هتجيبوها وتجربوها معايا وهتنبسطوا خالص بيها. ادي الحبوب يا جماعة اهي. الاسم مش هيبقى واضح عندنا، بس انا هوضح لكم الاسم طبعا، وهكتبه لكم في ورقة. بصوا دي بقى بتاعت ركبتي، حاجة كده خيال، حاجة بصوا يا جماعة مخدر بجد، مخدر. تحسي كده ان انتي واخدة ابرة مخدرة في ركبتك، ما تحسيش بأي قلق. والله العظيم جميلة. سيبك بقى من الاعلانات والحاجات والتلفزيون والكلام اللي بيتقال ده، بعد الدكتور علي ما فيش حاجة بقى كده روعة. وده طبعا الحبوب ديت انا لسه ما خدتش منها الحبوب دي. هاخد كمان شوية كده منها، بس انا خدت طبعا حباية من الحبوب التانية. الاسم طبعا مش هيبقى واضح، بس انا طبعا عملت ايه، كتبتلكوا الاسم بتاعها في ورق علشان اللي عايزة تجيبه، وبرضو اللي مش عايزة تبقى ايه يعني، تبقى لو سمعت عنه تقولي ايه رأيها فيه اهو، او شافته عند حد او حد خده تقولي ايه رأيها فيه. هي بقى انا بحاول يعني ايه اقربها وابعدها عشان الاسم يبان، الاسم مش باين. فانا قلت ايه، بدل ما اتعب نفسي واتعبهم معايا، لا اكتب لهم الاسم في ورقة، واللي عايزة تاخده اهو. تقريبا اسمه كويك سليم، كوكي سليم او كويك سليم اهو. ماشي. وبكده يا جماعة انا كده ابقى وصلت لاخر الفيديو معاكم. يا رب الروتين بتاعي يعجبكم كده ويشجعكم، تقومي تشطري وتتجدعاني كده، وتقومي تعملي كل حاجة وراكي. والحبوب اللي عايز يجيبها ويقول لي هو عملت معاه ايه، واللي مش عايز يجيبها لو في حد تعبان وعايز ينصحه، بجد الحبوب دي جميلة جدا، وانا جبتها وجربتها. ومع السلامة حبايبي، واشوفكم في فيديو جديد.